يا مساء الفل على الكل، معاكم مذيع الكورة. في الفيديو ده هكلمكم عن مباراة القمة المنتظرة ما بين الأهلي والزمالك اللي مقرر ليها يوم الاثنين اللي جاي. كل اللي انت عايز تعرفه عن مباراة الأهلي والزمالك اللي جاية إن شاء الله، من تذاكر لحكام لغيابات ونجوم كتير جدا هتغيب عن مباراة القمة. يا ترى مين هما؟ يلا بينا. الكل طبعا في انتظار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اللي هتكون إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي في استاد القاهرة الدولي اللي هيسع ل 20,000 متفرج من الجمهورين. وبالمناسبة طبعا واحنا بنتكلم على الجماهير ليها عامل كبير جدا، ولذلك كله احتشد لهذه المباراة. 10,000 للأهلي و10,000 للزمالك، وأول ما التذاكر نزلت في موقع تذكرتي الكل خدها فص ملح وداب. وده اللي بيعكس أهمية المباراة واللي بيزود قيمتها. طبعا الجماهير ووجود الجماهير في المدرجات بيزود الإيقاع الفني للمباراة وبيعلم الريتم المباراة، وعشان كده منتظر ان احنا نشوف مباراة قوية جدا ما بين الأهلي والزمالك. والسبب التاني اللي هيخلي المباراة مشتعلة هو الصراع ما بين الأهلي والزمالك على بطولة الدوري. طبعا الاتنين كان عندهم مباريات كتير جدا مؤجلة، ولازال في مباراة مؤجلة كتير جدا للأهلي والزمالك، والفرقتين عايزين كل واحد يكسب علشان يضمن 3 نقاط إضافية ليه في المنافسة على بطولة الدوري. واللي هيزود حماس الزمالك في المباراة دي الهزيمة اللي حصلت في مباراة الكاس اللي شفناها وفوز الأهلي 2-0، الى جانب طبعا المواجهات التاريخيه ما بين الاهلي والزمالك اللي في الاونه الاخيره كان الانتصار للنادي الاهلي. ونادي الزمالك كان اخر انتصار ليه على النادي الاهلي كان في 2020 وتحديدا في شهر 8. يعني دوافع الزمالك كبيره والتاريخ لمصلحه الاهلي. يا ترى بقى مين اللي هيكسب، الاهلي ولا الزمالك؟ اكيد هنستمتع بالمباراه وهنشوف مباراه كبيره ما بين الاثنين، وهتكون ان شاء الله احسن مباراه الكاس اللي احنا ما استمتعناش بيها الا في اخر 5 دقائق. يا ترى بقى مين اللي هيحكم المباراه؟ الاكيد والمؤكد ان هو طاقم تحكيم مصر، وده اللي اتاكدنا منه من فتره طويله. ولكن اللي هيحكم بقى من الحكام المصريين هو ابراهيم نور الدين. ايوه، ابراهيم نور الدين هو حكم مباراه القمه بين الاهلي والزمالك اللي جايه ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. حد يسالني ليه ابراهيم نور الدين؟ اقول لك يا سيدي، ابراهيم نور الدين هو يعني يعتبر الموسم الاخير ليه في بطوله الدوري وفي التحكيم المصري بصفه عامه. يعني نقدر نقول كده نهاية الخدمة. يعني مباراة مهمة جدا ومباراة جماهيرية وهتتكتب في تاريخ إبراهيم نور الدين اللي هو أدار مباراة الأهلي والزمالك. وعلشان كده كان المفاضلة ما بينه وما بين بعض الحكام المصريين، وكفة إبراهيم نور الدين هي اللي طبت للسبب ده. علشان كده هيكون ابراهيم نور الدين هو حكم مباراة القمة ما بين الاهلي والزمالك. بالنسبة للغيابات فالغيابات حدث ولا حرج في الاهلي وفي الزمالك. عندك الزمالك الغيابات ما اتغيرتش كتير عن المباراة اللي فاتت امام الاتحاد السكندري، وابرزهم طبعا في الاونة الاخيرة شيكابالا ومصطفى شلبي، الى جانب الونش وعبد الشافي ومحمد صبحي حارس المرمى، ومن اللعيبة المحترفة ابراهيم نضاي. اما بقى في القلعة الحمراء فبيغيب عدد كبير جدا من النجوم، ولكن ابرزهم بيضاف لاعب جديد في قائمة المصابين في النادي الاهلي، وهو اللاعب مروان عطية اللي اتصاب في المباراة اللي فاتت امام زد، وبنسبة كبيرة جدا او بشكل مؤكد هيغيب عن مباراة القمة مروان عطية. ده الى جانب طبعا محمد الشناوي وامام عاشور وحسين الشحات ولاعيبه كبيره جدا هتغيب برضو عن الاهلي في مباراه القمه. رغم الغيابات دي كلها الا الدوافع كبيره جدا ما بين الاهلي وما بين الزمالك للاسباب اللي انا قلتها لكم. فيا ترى بقى مين اللي هيفوز في مباراه القمه، الاهلي ولا الزمالك؟ ده اللي عايز اعرفه منكم في الكومنتات، واشوف بقى تعليقاتكم واشوف مين هيقول النتيجه الصحيحه من خلال التعليقات. وبكده يكون الفيديو خلص، ويا رب اكون فدتكم في مباراة القمة اللي جاية ان شاء الله، اللي هتكون يوم الاثنين الساعة 7 في استاد القاهرة. وما تنسوش بقى اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يتابعني ولايك وشير وحاجات حلوة كتير كده منكم. مذيع الكورة.